أنا جوزي مسافر وبقاله فترة كبيرة، يعني تتعدى 5 سنين. بينزل كل سنتين. طبعا أنا كست متجوزة وبحب جوزي، علاقتنا مع بعض كويسة. كنت دايما بقوله يعني انزل، يا تبعت لنا نيجي نعيش معاك. أنا معايا منه بنت وولد. بصراحة كان أناني جدا معايا، وما كانش بيحب إلا نفسه، وما كانش بيحب إلا الفلوس وبس، مش أكتر من كده. لكن من الناحية العاطفية والرومانسية، وإن هو يحس إن أنا ست محتاجة يعني ومحتاجاله، دي كانت معدومة عنده. لغاية لما حصل إن كان ابني كان عمره 7 سنين. كان في سنة تانية ابتدائي، كنت بجيب له مدرس إنجليزي خصوصي في البيت. ولاحظت بعدها إن المدرس ده كان يعني بيبصلي بنظرات كده غريبة. يعني النظرات كلها إعجاب واشتياق. ما هو عازب وعنده 30 سنة، وما كانش لسه اتجوز. وأنا بالنسبة لي يعني أنا ست يعني جميلة جدا وجسمي جميل جدا، ولسه شابة وصغيرة، يعني عمري 33 سنة. أنا أكبر منه ب3 سنين بس، مش أكتر من كده. المهم لما لقيت المدرس ده بيجيلي البيت، بيدي لابني درس خصوصي في البيت، ونظراته يعني اللي هي غريبة جدا، طبعا حرك فيا المشاعر. كنت بحسها اتجاه جوزي إن هي يعني نظرة إعجاب ونظرة رغبة. فاتصلت على جوزي أكتر من مرة وأقول له علشان خاطري يحاول إنك تنزل وتستقر هنا في مصر، على الأقل يعني حتى في الوقت الحالي. انزل شهرين 3 كده بس أجازة أقضيهم معاك. أنا محتاج لك، محتاجة إن أنت تبقى جنبي. بصراحة أنا محتاجة لك كست في حياة جوزها، يعني أنا عايزاك تنزل بأي طريقة. في الوقت ده قال لي: أنزل إزاي؟ أنت عارفة العقد بتاعي يعني 2 سنين، هو ما عادش منهم إلا سنة واحدة بس، يعني لسه قدامي سنة على منزل الأجازة بتاعتي. قلت له خلاص حلها بسيط، لسه 3 شهور يعني والصيف يجي، يبقى ابعت لي بقى أنا وبنتك وابنك، ابعت لنا يعني زيارة نقعد معاك كده 3 شهور. قال لي: انت عارفة الراتب هنا كام علشان تيجي تعيشي معايا 3 شهور؟ وفي ال3 شهور كده يعني يبقى احنا كده مش هنقدر نوفر حاجة، يبقى الغربة دي لازمتها ايه؟ قلت له مش مشكلة الفلوس، أهم حاجة إن احنا يعني نكون مع بعض، وأهم حاجة أكون قريبة منك. افهمني، أنا محتاجة لك تكون جنبي، أنا محتاجة أكون مع جوزي، انت فاهمني؟ أنا مش فارق معايا أي فلوس، قد ما فارق معايا إن أنا محتاجة لك يا سيدي. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غيرك أنت وعيالي. انزل واللي ربنا يرزقنا بيه أنا راضية بيه وحمداه وشكراه. قال لي: بصي، أنا قدامي سنة، فما تكتريش بقى في الكلام. سنة وهنزل، وغير كده أنا ليا إجازتي، هنزل شهرين بعد السنة، وبعد كده أرجع تاني. لكن أنا أبعتلك ودخلي بسيط زي ده، يا دوبك يعني ناكل ونشرب وبس، حاجة زي دي مستحيل. طلعي الفكرة دي من دماغك نهائي. قلت له: يعني أنت عايز كده؟ قال لي: أيوة. قلت له: أنت والله ما حاسس بيا خالص، ولا حاسس بالنار اللي جوايا عاملة إزاي. خلاص، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. بدأ المدرس ده كان بيجيلي يومين في الأسبوع، يعني كان بيجيلي سبت وتلات من كل أسبوع، يدي لابني درس خصوصي في البيت. أنا ابني ده في تانية ابتدائي، والبنت الكبيرة في تالتة ابتدائي، فكان بيدي لابني درس الخصوصي. المهم بقى جالنا، وأنا طبعا كست يعني فرحانة بنفسي وفرحانة بجمالي، وكنت بحس مع نفسي كده يعني إن أنا كأني مراهقة. بنبسط قوي لما الاقي المدرس ده بيبصلي كده نظرة إعجاب أو بنظرة رغبة، أو بيحسسني إن أنا ست مرغوب فيها. كانت الحاجات دي يعني بتعجبني قوي. فكان لازم لما كان بيجي، كان لازم أقدم له أي واجب، مرة شاي، مرة قهوة، مرة نسكافيه. هو اليوم ده أنا قلت لازم أعمل صينية كيك كده بالشوكولاتة، وتكون جميلة كده، وأقدمها مع الشاي. واليوم ده لبست بقى لبس كده يعني مقسم شوية كده وملفت، وأنا جوايا رغبة مش عارفة أعمل فيها إيه. ومنه لله جوزي مش حاسس بيا كست. فالشيطان طبعا بقى حرك المشاعر دي، وأنا مش هقول إن أنا كده يعني صح، أنا كده غلط. والحكاية في الآخر استوت معايا قوي. تابعوا بس الفيديو للنهاية، علشان في كوارث كتير هتحصل، وهتكون في عظة وعبرة لأي ست حاسة بالحرمان وجوزها يعني يكون غايب عنها. المهم دخلت أنا عملت صينية الكيك بالشوكولاتة كده وظبطتها، وبصراحة طلعت جميلة جدا يعني عن كل مرة بعملها.
وقمت مطلعة حتتين كيك كده بالشوكولاتة وطلعت معاهم كوباية الشاي. وأنا اتعمدت إني أنا ألبس لبس ملفت كده، يعني عباية كده تكون بيتي كده مدي على قصير شوية وتكون خفيفة ومحددة جسمي. وفعلا لما طلعت المدرس ولقيته بيشرح للولد كده وقلت له اتفضل حاجة كده بسيطة، يا ليت الشاي يعجبك ولو احتجت سكر قولي. راح بصلي كده من فوق لتحت ولقيت وشه بدأ إن هو يعرق، وبدأ يبصلي كده بنظرات يعني ملهوفة عليا وإني أنا عجبته جامد، وحسيت إن هو اتأثر بيا. كأني قلت له اتفضل، ولقيته بيقولي بتقولي إيه؟ قلت له اتفضل الشاي والكيك ويا ريت يعجبوك. المهم قال لي أي حاجة من إيدك حلوة يا مدام. والمهم فعلا قدمت له الشاي والكيك، واتعمدت إني أنا أقعد كده قصاده، يعني كأني كده بشوف ابني ومستواه. هو في الوقت ده قاعد كده ماسك كوباية الشاي في إيده، وإيده بدأت تترعش، مش قادر يتحكم في كوباية الشاي لغاية ما وقعت منه. المهم قلت له حصل خير، مفيش أي حاجة. طب ممكن يا مستر بس تعديني وأنا يعني هنضف مكان الشاي وهعمل لك إن شاء الله كوباية شاي أحسن منها. قال لي لأ، عنك انتي، أنا اللي هعملها. المهم رحت جبت كده قماشة كده بصابون وحاجات زي كده علشان أنضف المكان كويس، ولقيته أمال بيبصلي كده وأنا متعمدة إني أنا يعني أعمل حركات تلفت انتباهه. كنت أنا مبسوطة بنظراته دي، يعني حسسني إن أنا لسه ست وأي حد ممكن يرغبني. نظفت مكان الشاي وقمت جري كده برضه رحت عملت له كوباية شاي تانية غير اللي وقعت منه. وفعلا أخد الشاي والكيك ولقيته بيقول لي أجمل كوباية شاي شربتها في حياتي، والكيك بتاعك بصراحة يعني طعمه حلو قوي، تسلم إيديك يا مدام. قلت له بتشكرني على إيه؟ ده أقل واجب، أعمل لك أهم حاجة، يعني مستوى الولد عامل إيه معاك؟ قال لي تمام جدا، ما شاء الله عليه، بدأ يتحسن في الإنجليزي وإن شاء الله هيجي منه. وقلت له تمام. المهم دخلت جوه وسبته يشرح للولد الدرس. تاني يوم جا واتعمد برضو إني أنا ألبس بيجامة كده تكون شفافة وتكون خفيفة شوية، ما أنا جوزي بقى مضيعني والشيطان لعب بيا. فلقيته بيبصلي كده من فوق لتحت وبيقول لي الولد جاهز علشان يحضر الحصة؟ قلت له أيوة اتفضل. ولقيته بيبصلي كده وماسك منديل في إيده ومش ملاحق من نظراته ونظرات الإعجاب، وبصراحة كانت عينيه كلها يعني جاذبية، والنهاية ملهوفة عليا بطريقة يعني عمري ما شفتها، بس كنت بشوفها أول يعني ما اتجوزت. المهم قعد وبدأ يدي الدرس للولد، وبعدين أنا رحت أعمل كمان حاجة سخنة كده علشان أقدمها له، ولقيته كده بيبصلي نظرات جريئة جدا، وأنا ساعتها ما قدرتش إن أنا أتجاهلها، ولقيت نفسي أنا كمان ببصله بنظرات يعني كأني إعجاب. ولقيته بيقول لي تسلم إيديكي على الشاي، بصراحة يعني انتي النهاردة تجنني. قمت بصله كده فقلت له بتقول إيه؟ قال لي لأ مش حاجة، تسلمي يا مدام على كوباية الشاي، تعبتك معايا. وقلت له تعبك راح. المهم أنا في الوقت ده الشيطان بقى لعب بيا قوي، قلت لازم يعني آخد راحتي كده معاه أكتر من كده، ففكرت في حيلة كده شيطانية إني آخد البنت والولد أوديهم عند أختي، هي بيتها برضو مش بعيد عندنا، وأنا يعني أدي لنفسي فرصة إني أكون قريبة منه. لعب عليا الشيطان جامد قوي، يعني حسيت إن أنا محتاجة فعلا راجل في حياتي، وده بلوم نفسي فيه لآخر حاجة حصلت معايا. اللي حصل بعد كده كارثة كبيرة جدا. المهم لقيته جاي كده على ميعاد الحصة بتاعت الولد، فبعدين لقاني لابسة كده قميص نوم شفاف وعليه روب كده خفيف. فساعة لما ضرب الجرس كده وبفتح الباب بعد ما شفته من عين السحرية، فلقيته بيقول لي ازيك يا مدام حصة، الولد جاهز النهاردة علشان يعني ياخد الحصة بتاعته. قمت انا بصله كده ولقيته بيبصلي كده من فوق لتحت، كان مستغرب ازاي يعني اول مرة يشوفني بالجراءة دي. ولقيت وشه كده يعني عمال بيعرق، ولقيته بيبصلي من فوق لتحت ووشه بدأ يحمر كده. فبعدين قلت له ايوه بس الحصة النهاردة يعني مش هتبقى للولد، الحصة دي هتبقى لي أنا. قال لي إزاي يعني مش فاهم؟ قلت له الولد والبنت وديتهم عند خالتهم علشان يلعبوا مع العيال هناك. قال لي إزاي يا مدام، ما أنت عارفة إن إحنا يعني بندي حصتين في الأسبوع والنهاردة ميعاد حصتنا. قلت له مش مشكلة، أنا وابني واحد، تعالى ذاكر لي أنا. فلقيته بيقول لي طيب خلاص أنا هجيلك مرة تانية، طب أنا هستأذن بس حضرتك كده. قمت أنا بقى في اللحظة دي رامية الروب من على كتفي، ولقيته هو بصلي كده قوي، ولقيت نفسي بدأ إن هو يستجيب لي، ولقيته دخل وفعلا الشيطان لعب عليا وعملنا مع بعض حاجة ما ترضيش
تعصيش ربنا. المهم في الوقت ده خلاص هو مدام عمل مرة وأنا خلاص استجبت، هو استجاب ليا. طبعا الموضوع اتكرر كتير جدا أكتر من مرة. فضلنا على علاقتنا المحرمة دي 7 شهور متواصلين، مرة يجيلي ومرة أروح لبيته لو هو مثلا يعني ما عندوش حد في البيت، يعني مثلا تكون أهله بره البيت ولا حاجة وبيته يكون مهيأ إن هو يقابل أي حد. وساعات كنا بنتقابل في فندق، وبدأ يجي يدي الدروس للولد برضه في مواعيدها. بس أنا بدأت إن أنا خاف إن أختي تشك فيا، إن هي برضه بيتها يعني مش بعيد عني، إنها ممكن تجيلي فجأة كده في أي وقت وتلاقيه موجود عندي. لغاية لما حصلت الكارثة بعد 7 شهور علاقة بيني وبينه، ولقيت نفسي كده بطني بدأت توجعني، ولقيت نفسي مش قادرة ولا آكل ولا أشرب وقرفانة من كل حاجة. ساعتها قلت يا خرابي يسود لا يكون أنا حامل، طب أنا جوزي مسافر، الناس هتقول عليا إيه؟ المهم لقيت نفسي كده مش قادرة خالص، مش قادرة أتحمل التعب، ورحت جبت شريط حملك اختبار كده حمل من الصيدلية، وفعلا طلع الشريطين، يعني كده أنا حامل. في الوقت ده طبعا أنا لطمت على وشي وقعدت أصرخ وقلت يا فتحتي أنا جبت العار لنفسي وجبت العار لأهلي والعار لولادي كمان، أنا هعمل إيه بعد الكارثة دي، بعد اللي حصلت لي دي؟ المهم لقيت نفسي كده بتصل على المدرس وبقول له الحقني أنا في مصيبة كبيرة. قال لي خير، في إيه اللي حصل؟ قلت له أنا حامل ومش عارفة أعمل إيه. قال لي إيه المشكلة، ما أنت خلاص كده يعني متجوزة. قلت له متجوزة إزاي يا ابني، أنا جوزي مسافر بقاله سنة دلوقتي و7 شهور، أنت بتتكلم في إيه؟ وإزاي أنا أبقى أحمل يعني وجوزي غايب عني؟ قال لي مش مشكلتك دي، مشكلتك أنت اللي كنت عايزة كده، وأنت اللي كنت سايبة نفسك، وأنا يعني لبيت لك رغبتك، وأنا لما لقيتك عايزة كده أنا استجبت لك وريحتك. أنا الموضوع ده ملوش أي حل عندي، الموضوع ده عندك أنت. قمت قلت له يعني أعمل إيه دلوقتي وفضحتي اللي هتبان دلوقتي؟ قال لي أعمل لك إيه يعني، مش مشكلتي، مشكلتك أنت جريئة زيادة عن اللزوم واللي أنت عايزاه بتعمليه، وأنا كنت بالنسبة لك مجرد تحقيق رغبة مش أكتر. أنا لا بتاع الكلام ده ولا بتاع المشاكل دي، مشكلتك أنت حليها مع نفسك، أنا ماليش فيها وملهاش عندي حل. وعايزة أنصحك نصيحة لوجه الله، اعتبريها يعني من مدرس لتلميذه. أما يجي مدرس بعد كده لابنك التزمي باحترامك واحترمي سنك، والبسي حاجة كده تقيلة، بلاش قمصان النوم والعري ده والبيجامات اللي ملفتة واللبس القصير اللي انت استدرجتيني بيه، لأنك هتقعي في نفس المشكلة. لكن مشكلتك يا حبيبتي ملهاش حل عندي، أنا إنسان مجرد يعني اللي بيني وبينك هو حتة الدرس الخصوصي، أنا لا شفتك ولا عرفتك ولا عملت معاكي أي حاجة، دي مشكلتك مش مشكلتي. أنا في الوقت ده حسيت نفسي إن أنا رخيصة جدا، وإني أنا أحقر واحدة على وجه الأرض، وحسيت بنفسي إن أنا فعلا يعني أسوأ ست في حياتي، وإن هو يعني حسسني إن أنا حقيرة جدا وسابني وأنا في المحنة دي. وساعتها عمل لي بلوك من المكالمات والبرامج والتواصل الاجتماعي، ولقيته قطع علاقته بيا نهائيا وكمان بالوالدين، وما بقتش عارفة عنه أي حاجة. في الوقت ده أنا بقيت أقول لنفسي أعمل إيه في المصيبة دي، أنا فضحت نفسي وفضحت روحي وفضحت عيالي وجبت العار لأهلي، أنا مشيت ورا الشيطان، والشيطان رغبة سامة. يعني أنا كان عندي يعني إن أنا أتطلق من جوزي وأتجوز بالحلال، ولا إني أحط نفسي في العرضة والصدمة الكبيرة والكارثة الكبيرة اللي محدش يتوقعها أبدا. لقيت جوزي بيقول لي أنا أجازتي كلها 15 يوم ونازل، أنا خلاص الحمل بتاعي بقى في الشهر الثالث، يعني علامات الحمل بدأت تبان عليا، طب أعمل إيه في المصيبة دي وهقول له إيه وأواجهه إزاي؟ حتى لما رحت للدكتورة وقلت لها أنا نفسي أنزل الحمل ده، قالت لي الحمل فيه الروح والجنين فيه النبض، ما ينفعش إن أنت تنزليه، ده خطر جدا عليكي وعليه، على ليكوا أنتوا الاتنين أكتر من بعض، أنت كده يعني تعتبري بتقتلي روح ربنا خلقها. لأن الموضوع بقى صعب جدا، كان ممكن في البداية يعني في أول الحمل، طبعا أنا ما كنتش اكتشفت الحمل إلا بمرور شهرين، طب أعمل إيه وجوزي نزل ومش عارفة أواجهه بالفضيحة اللي أنا فيها دي، ولا واجه المجتمع ولا واجه نفسي، ما بقتش عارفة أعمل إيه. والبني آدم اللي أنا غلطت معاه شال إيده من كل حاجة ومش عارفة عنه أي حاجة، ولا عاد بيستجيب لي في اتصال، وعملت أكتر من شريحة وكل ما رن عليه من الرقم يعمل لي بلوك. هو بقيت شايلة الهم لوحدي وخلاص انفضحت وفضحتي قربت تبان، وجوزي على وصول والدنيا معايا بقت متلخبطة قوي، وقولوا لي أعمل إيه وقولوا لي أعمل إيه في الوكسة الكبيرة دي والكارثة اللي أنا فيها دي. ودي نهاية اللي يمشي في الحرام، عمر الحرام ما ينفع، وعمر ما في واحدة يعني بتنزل من نفسها وتهز نفسها وتهين نفسها مع واحد وفي الآخر بيقف جنبها. انت هنتي نفسك وبقت مشكلتك خلاص، انت كده انكتب عليك الفضيحة وانكشفتي وانكشف ستر ربنا عليكي. يعني قصة قذرة جدا فعلا لما سمعتها. أنا بنصح أي ست متجوزة وجوزها مسافر أو مش موجود، يا إما ينزل لها طالما هي حاسة إن هي يعني رغبتها قوية من إنها تستحمل إن هي تبعد عن جوزها، تتطلق بالحلال وتتجوز بما يرضي الله. الجواز والطلاق مش عيب، لكن
لكن مش بالباطل ومش بالحرام وفضايح وجوارس وكشف أعراض. فأنا بنصح أي ست لو أنت فعلا محتاجة لجوزك وحاسة بالحرمان، يا إما تسافري ليه أو هو يجيلك، يا إما بقى تطلقي منه وتتجوزي بالحلال. لكن الزنا والحرام آخرته كوارث وآخرته فضايح زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انتوا انصحوها في التعليقات وشوفوا تعمل ايه، رغم ان هي ما ينفعش معاها النصايح ولا خلاص مفيش فايدة معاها، الندم. ودي كانت قصة النهاردة معاكم. ولو كملت معايا القصة لحد هنا ما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، لأنه طبعا أكيد يهمني رأيك في قصة النهاردة. ولو مشتركتش معايا لحد دلوقتي اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد.